مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية العاجلة، وهذه أبرز العناوين. الأرصاد الجوية تحذر من أمطار قوية مع عواصف رعدية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة. استنفار أمني كبير بزاغورة بعد اختفاء الطفل يونس العلاوي، وعامل الإقليم يشرف على عملية البحث شخصيا. احتراق حافلة لنقل المسافرين بالكامل بين تطوان وطنجة. حريق مهول يلتهم وحدة صناعية بمدينة برشيد. غلاء أكباش التسمين بالأسواق الأسبوعية يقلق أصحاب الكوريات قبل أسابيع قليلة من عيد الأضحى. الخطوط الملكية المغربية تلغي جميع رحلاتها الجوية من وإلى الدوحة. تفاصيل هذه العناوين تشاهدونها في هذه النشرة الإخبارية، لكن قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه يرتقب تسجيل موجة برد وأمطار قوية نسبيا مع احتمال حدوث عواصف رعدية، بالإضافة إلى تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 1400 متر، وذلك ابتداء من اليوم الجمعة إلى غاية الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يتوقع تسجيل موجة برد من -4 إلى -9 درجات بعمالات وأقاليم ورزازات، تارودانت، تنغير، الحوز، شيشاوة، الزلال، بني ملال، إفران، خنيفرة، ميدالت، بولمان، صفرو، قرسيف وتازا، وذلك من اليوم الجمعة إلى غاية الأحد المقبل. ويتوقع أيضا تسجيل أمطار قوية نسبيا مع احتمال حدوث عواصف رعدية من 30 إلى 50 ملم بعمالات وأقاليم شفشاون، طنجة أصيلة، تونات، الحسيمة، المضيق الفنيدق، تطوان، وزان، العرائش، فحص أنجرة وتازا، وذلك من الساعة 6 صباحا من اليوم الجمعة إلى الساعة 6 صباحا من غد السبت. كما يرتقب تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 1400 متر من 15 إلى 30 سنتيمتر بكل من عمالات وأقاليم ميدالت، بولمان، صفرو، الحسيمة، قرسيف، تازا، شفشاون، إفران وخنيفرة، وذلك ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية يوم غد السبت على الساعة 6 صباحا. وإلى خبر آخر، حيث يشهد دوار ولاد العشاب بجماعة الروحة التابعة لإقليم زاغورة استنفارا أمنيا كبيرا، وذلك بعد اختفاء طفل يدعى يونس العلاوي في ظروف لا زالت غامضة. ووفق مصادر للشوف تي في من عين المكان، فقد حل عامل إقليم زاغورة اليوم بدوار ولاد العشاب بمشيخة تامجوط للوقوف شخصيا على عملية البحث والتمشيط التي باشرتها مختلف السلطات المحلية والأمنية من فرق الدرك الملكي والقوات المساعدة وفرقة الكلاب المدربة. وجرى تسخير كل الإمكانيات التقنية واللوجستية والمعلوماتية لعملية البحث الميداني، إذ أعطيت تعليمات صارمة من طرف عامل زاغورة لمختلف المشاركين في هذه العملية لتكثيف الجهود قصد الوصول إلى مكان الطفل المختفي في أقرب وقت ممكن. وتعود تفاصيل حالة اختفاء الطفل يونس البالغ من العمر 1.5 سنة إلى يوم الأحد الماضي فاتح مارس 2026، حيث تفاجأت أسرته بتواريه عن الأنظار في غفلة منهم بعد أن كان يلهو بجانب منزل والديه بقرية ولاد العشاب، مما جعل القرية كلها في حالة استنفار وقلق بعدما لم يتم العثور عليه لتنطلق رحلة البحث التي اتسعت رقعتها وتصبح قضية محلية ثم وطنية بعدما أضحى هذا الاختفاء على لسان كل المغاربة. هذا ولا زالت المنطقة تعيش على وقع استنفار أمني كبير لعناصر الدرك الملكي الذين يرابطون بعين المكان بدوار ولاد العشاب، وتشن حملات بحث واسعة النطاق شملت كافة أرجاء الدوار والمناطق والمجاري المائية المجاورة، وتمت الاستعانة فيها بالكلاب المدربة التابعة للدرك الملكي لتمشيط المسالك الوعرة في محاولة لتتبع أي أثر قد يقود إلى مكان الطفل المفقود. وإلى موضوع آخر، حيث تحولت حافلة لنقل المسافرين مساء الأربعاء إلى كتلة من اللهب على الطريق الرابطة بين تطوان وطنجة، وتحديدا بمنطقة عين الحصن بعدما اندلع بها حريق مفاجئ. المعطيات المتوفرة تفيد أن المركبة كانت خالية من الركاب عند اشتعال النيران، وهو ما حال دون تسجيل أي خسائر بشرية رغم أن ألسنة اللهب أتت عليها بالكامل في وقت وجيز.
الحادث خلف حالة استنفار بالمكان في ظل تصاعد الدخان الكثيف، فيما تدخلت المصالح المعنية للسيطرة على الوضع وتأمين محيط الواقعة. ولا تزال أسباب اندلاع الحريق غير معروفة إلى حدود الساعة، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات التي باشرتها الجهة المختصة لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه الدقيقة. وفي سياق آخر، اندلع قبل قليل من عشية يوم أمس الخميس حريق مهول داخل وحدة صناعية بالقرب من تجزئة الربيع على مستوى الملحقة الإدارية الثالثة التابعة لبشوية برشيد. ووفق معطيات أولية، فقد التهمت النيران الطابق الأول من الوحدة الصناعية المتخصصة في صناعة الأنابيب البلاستيكية، ما صعب على عناصر الوقاية المدنية السيطرة على ألسنة اللهب التي ما تزال مشتعلة إلى حدود الساعة. وخلف الحادث حالة استنفار وسط مختلف الأجهزة الأمنية وعناصر الوقاية المدنية التي انتقلت إلى عين المكان، حيث تتواصل الجهود للسيطرة على الحريق. وفي خبر آخر، مع اقتراب عيد الأضحى يواجه عدد من أصحاب الكوريات بمختلف ربوع المملكة ضغطا متزايدا بسبب استمرار أسعار الأكباش الصغيرة المخصصة للتسمين في مستويات يعتبرونها مرتفعة، ما يرفع كلفة الانطلاق في موسم يعتمد أساسا على هامش ربح محدود وتوازن دقيق بين المصارف وسعر البيع النهائي. وبحسب معاينة ميدانية بعدد من الأسواق الأسبوعية ضواحي مدينة وزان، فإن أسعار الأكباش الصغيرة الموجهة للتسمين تنطلق من حوالي 2200 درهم للرأس، دون تسجيل تغييرات كبيرة مقارنة بالسنتين الماضيتين. وأوضح مهنيون أن هذا السعر يمثل فقط كلفة الاقتناء الأولية قبل احتساب مصاريف العلف المركب والطبيعي والتطبيب والنقل، وهي عناصر تضاعف الكلفة الإجمالية خلال فترة تسمين تمتد عادة إلى 3 أشهر داخل الإسطبلات. في المقابل، سجلت أسعار الأكباش الكبيرة التي يتجاوز عمرها سنة وتكون جاهزة للنحر انخفاضا طفيفا في بعض الأسواق، وهو ما يفسره فاعلون في القطاع بوفرة نسبية في هذا الصنف مقابل حظر في الطلب المبكر من المستهلكين، حيث يرى مربون أن هذا التفاوت بين أسعار الصنفين يضعهم أمام معادلة صعبة، خاصة أن الرهان يبقى على بيع الأكباش المسمنة بأسعار تغطي المصاريف وتحقق هامش ربح مقبول. وأكد عدد من الكسابة أن توجهات السوق خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستحدد المسار النهائي للأسعار، مشيرين إلى أن أي ارتفاع في الطلب قد يدفع الأثمان إلى مزيد من الصعود، في حين أن ضعف الإقبال قد يفرض مراجعة الأسعار لتفادي الخسارة، حيث وبين كلفة إنتاج مرتفعة وسوق غير مستقرة يدخل أصحاب الكوريات الموسم الحالي بحسابات دقيقة وانتظار ما ستسفر عنه حركة العرض والطلب مع اقتراب العيد. وإلى آخر الأخبار، حيث أعلنت الخطوط الملكية المغربية اليوم عن إلغاء جميع رحلاتها الجوية من وإلى الدوحة إلى غاية 15 مارس 2026، وذلك بسبب الوضع الراهن في الشرق الأوسط. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا القرار يشمل الفترة الممتدة من 15 مارس الجاري ضمنا، مؤكدة أن فرقها تظل في حالة تعبئة كاملة وتواصل متابعة تطورات الوضع عن كثب بهدف ضمان استئناف آمن للعمليات فور سماح الظروف بذلك. ودعت الخطوط الملكية المغربية المسافرين المعنيين بهذه الرحلات إلى عدم التوجه إلى المطار والتواصل مع نقطة البيع الأصلية التي تم عبرها اقتناء التذكرة للاستفادة من الحلول المتاحة. كما حثت الشركة جميع المسافرين على التحقق من حالة رحلاتهم وتحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر قسم إدارة الحجز على الموقع الإلكتروني للخطوط الملكية المغربية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، نشكركم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.